أرواحوا تحضروا معايا طلبية اللي فيها 3 أنواع من كل نوع 200 حبة، يعني 600 حبة، وخدمتهم فقط في يومين ونص. درت هاد البريستيج كرانشي اللي كنت شاركت الوصفة تاعو معاكم، ودرت البيستاشيو، ودرت تانيك بريستيج الكاكتوس اللي بزاف بنين. شوفوا معايا كيفاش نظمت وقتي ونظمت طلبياتي حتى توجد لي في الوقت المناسب. نبدا اول حاجه بهذا البريستيج كرانشي اللي لازم يتحط في المجمد، وفي نفس الوقت نروح نخدم حاجه واحده اخرى لاني ما عنديش بزاف ليمون، عندي غير زوج، وخدمت كميه مليحه من هذا الكرانشي، وبديت نعمر في الليمون ونحط في المجمد ونستفهم كامل في سنيوه. ومن جهه رحت وجدت تانيك اللي صابلي وخدمتهم كيف كيف، طيبتهم وحطيتهم يبردوا، كل ما نجبد من الكونجيلاتور نحطهم سوا فوق الصابلي ويشدوا روحهم. في نفس الوقت هادوك الكرانشي راني نخدم فيه يدي يد في الصابلي ويد في الكرانشي. رحت خدمت تانيك هاد لي فون دو تارت تاع الوصفه تاع الكاكتوس، حنخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. نوجد كامل الليمون تاوعي ونطيبهم نص طياب كيما فهمتكم في الوصفه، يطيبوا نص طياب. انا ليمون هنا بالتقريب عندي 1 صافي حتى خدمت على دفعتين فقط. نوجد كامل حاجه تاع لاباط اللي نحتاجها، من بعد نروح نوجد الحشوات. خدمت هنا لي صابي تاعي كامل كيما قلت لكم طابوا كامل نص طياب، ومن بعد بديت نعمر. خدمت الحشوات هذوما، بديت نعمر لي فون دو تارت تاوعي هادو كامل كيف كيف، ودخلتهم يطيبوا. بعد ما طابوا لي مليح، بيان سور قلت لكم الصابلي لازم يطيب دغي باش يجيني يقرمش. ومن بعد تيك رحت تقبتهم كامل في الوسط كيما راكم تشوفوا. درت لهم الكولي تاع لافريز ولا الفرامبواز، انت واش راكي حابه، ولا السيترون. من بعد رحت وجدت هذا البيستاشيو، وجدت كيف كيف كميه كبيره، وحنخليكم الوصفه في صندوق الوصف. الوصفه تاعو تخرج 20 حبه، يعني انا هنا عندي ليمون تاع 100، ضربت المكونات كامل في خمسة، وخرجت قيس 100 الحبه، عمرتهم كامل في الليمون ودخلتهم يطيبوا. هنا كنت حبست كامل الحاجات اللي يطيبوا. رحت وجدت ساسوا غاناش كراميل اللي حنحط لكم الوصفه تاعو في صندوق الوصف، والغاناج مونتي الابيض اللي حنستعملوا في البيستاشيو ونستعملوا في الكاكتوس، والعسيله اللي راني رايحه نشرب بها هذا البيستاشيو. يعني كل حاجه اللي لازم تبرد وجدتها في الليل. غدوه من داك سبقت اول حاجه بهذا البيستاشيو باش يتعسل ويقطر مليح، حطيته هكايا في العسيله هذيك خفيفه، لازم تكون خفيفه فباش يتشرب ويجيني خفيف، وتكون دافيه شويه. بما انه الكاطو تاعي برد كنت وجدته ليله من قبل، هنايا العسيله تاعي راح دفيتها شويه، وكيما راكم تشوفون نغطسها. في الاول خدمت بالفرشيطه، من بعد وليت نخدم بيدي هكذا باسكو هو يرفد بزاف، من بعد نولي نقطرو غير نعصرو غير عصره خفيفه بيدي. وجدته كامل هكا وعاود خليته يبرد. نروح لهذاك الكاناج مونتي اللي نعاود نذكركم برك في الوصفه تاعو، اللي فيه 250 غرام شوكولا بيضاء مع 150 غرام كريم فريش. تكون نوعيه مليحه تاع الحلويات، خاصه بالحلويات، فيها 35% ماده دسمه. نطلع الكاناج تاعي مليح مليح مليح. الكاناج هذا حنستعملوه في وصفتين، في الكاكتوس هذه وتاني حنستعملوه في البيستاشيو. في البيستاشيو زدت له شويه اللون تاع البيستاش، لاغوم تاع البيستاش، وشويه لاغوم تاع القارص هذاك الاصفر. كيما راكم تشوفوا هنا نخدم غير بالكميه، واحد 20-30 حبه، قيس يدي واش تزرب، لانه لو كان نخدمهم كامل راح ينشف هذاك الكاناج من الفوق وما يحكمليش هذا الفو بيستاش. الفو بيستاش انا خدمته في الدار، ما شريتوش باسكو يتشرى اللون تاعو شويه باهت وماشي خشين، يجي بزاف رقيق ما يعطيكش منظر شباب. كيما راكم تشوفوا خدمت كميه صغيره كيما راكم تشوفوا هكايا، وبديت نرش غير من الفوقه وندير تقبه في نفس الوقت. كيما ديك التقبه تقدري تغطسي صبعك غير شويه في الزيت وتخدميها هكا من الفوق. وعاود كيف عمرت في لابوشادوي باش نسهل على روحي الخدمه شويه داك الكولي دو فروي، ونديرو من الفوق باش يعطي لون بزاف شباب، اللون الاخضر والابيض والاحمر تناسق في المنظر بزاف شباب. كيما راكم تشوفوا يدي غير في شويه زيت ونخدم هذوك لي تخو اللي نديرهم من الفوق. نعاود نعمر كامل هادوما النهار الثاني هكذا. وكيف هذا هو تاع البيستاشيو. نحكم هذاك الكاناج. شوفوا نعطيكم ملاحظه على الكاناج من الافضل اذا كان كاناج مونتي، الكاطو راح يستهلك في 3 أيام 4 أيام فقط على الاغلب، لانه الكاناج كيفوت يتدرب راح يدخلوا الهواء، وهذاك الهواء حيدخل لي بكتيريا في المواد تاع الحليب. صافي الكاطو تاعك هذا مش ياخذ مده طويله. كيما تقدروا راني حطيت لكم في الوصفه في القناه تاعي وصفه تاع الكاناج مونتي بالماء، ما يخسر لك ويتمونطا ويجي بنين كيف كيما راكم تشوفوا هنايا. قبل ما ينشف لي الكاناج كيف نروح ندير عليه هاد البيستاش الفو بيستاش.
رشه غير خفيفه برك ماشي بزاف. ومن بعد واش نجيب هاد شوش الورد. انا اخترت هاد الفيولي باسكو يعطي لي لون بزاف شباب تناسق في الالوان. وهذا الكاطو غير تجربيه باسكو بزاف بنين، واعتمديه في وصفاتك ولا حتى في لي كومون تاعك عباكي بزاف بنين. ننصحك انك تجربيه. هنا دوك هذيك رحت الكاناج هذاك كراميل. الكاناج كراميل نعاود نفس المعلومه اللي نقولها في كل مره، لازم قبل ما تستعمليه تروحي تدفيه غير شويه باش كي تخرجيه في لابوشادو يخرج لك الشباب. هو كي ينشف يجي معلق كيما الكابريس، بصح كي يكون هكاك شاد روحه وبارد مستحيل حتقدري تخرجيه في لابوشادو. يصافيك الغيسيبيون اللي تحطي فيه الكاناج كراميل تاعك هذا روحي دفيه غير شويه، ما تخليش الكراميل يذوب لك كامل، حتستني حتى يعاود يبرد. ان شاء الله تكوني فهمتيني، يعني دفيه غير شويه. وكيما راكم تشوفوا درت غير من الفوق هكايا بوشيتا غير من الفوق. وهذوما وجدتهم في يومين ونهار ونص نهار اللي بقالي خدمت به غير لي كيسات وديت لا كوموند للناس. كما راكم تشوفوا حاجه بزاف شابه وبريزونطابل. وهاد لا كوموند كنت وجدتها للعيد. اتمنى انه يكون فدكم شويه في التحضيرات اللي حضرتهم كيفاش نظمت وقتي. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفات وتجربوهم. حنخلي لكم كامل الوصفات في صندوق الوصف، واعطوا لي رايكم في التعليقات. واذا نتوما عندكم طريقه تاع تنظموا فيها طلبياتكم شاركوني فيها. جامو كومونتير ما تنسينيش، واستنيني في وصفات قادمه. ومرحبا بك معنا في قناتي كويزين فلا. سناي وصفات بزاف جدد وبنان وبريزونطابل.